صباح الخير. في سؤال يعني فكرت فيه، فقلت يعني نشترك مع بعضينا في طرح السؤال ده، ولو لقينا الإجابة يبقى كويس، يبقى يعني من حسن حظنا. يعني ليه دايما الفن ما بيقدمش إلا الحلول اللي مش بتحصل؟ يعني الولد اللي بيحب بنت في الآخر صلي صلي على النبي صلي وبيتجوزوا بعض وكده، دايما بتبقى هناك نهايات سعيدة. هل لأن الفن وظيفته إنه يساهم في تغييب الوعي لدى الناس، أو وظيفته إنه يبحث مع المشاهد أو مع المتلقي وسائل أخرى للحلول، للخروج من الأزمات؟ أنا يعني السينما هي قدمت نفس النماذج ديت على مستوى عالي من الإخراج والتأليف و... و... والتمثيل، والمسرح نفس الحكاية، والأغنية برضو نفس الحكاية. بما إننا إحنا بنتكلم في متن الأغنية، إنك أنت بتبص تلاقي إن أغلب الشعراء، وفي سؤال يعني اطرح عليا، انت يعني من بعد الثمانينات هو يعني ما فيش شعر حلو وما فيش اغاني حلوه؟ لا، مين اللي قال ما فيش حاجه اسمها ما فيش، لكن في حاجه اسمها سياق عام. السياق العام ده لما بتلاقي فيه الكتره للجمال، على طول كله بيبقى حلو، وكله بعد كده انت بتشوفه في منتهى الجمال. لما بتلاقي اللخبطه كتير، حتى لو تسرب حاجات في النص حلوه، طب ما في مخرجين حلوين وقدموا سينما حلوه، وفي شعراء كبار وقدموا اغاني عظيمه، وفي ملحنين قدموا اغاني عظيمه، لكن ده في سياق موج البحر ده المتواتر اللي شغال على طول. كل ده بيلتهموا الموج وبيلتهموا البحر مرة تانية. فإذا احنا مش بنحكم على الحكايات بشكل فردي، وإلا احنا مثلا هنقول ان ما عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياتها كان فيها اغاني منحطه كتيره ومبتذله كتيره، ولمطربات كبار ولمطربين كبار، لكن الاجمال بتاع الحالة، لا، كان في فن جيد. والثلاثينيات والاربعينيات والخمسينيات، وخش بقى على القنابل النووية الستينيات، دي كان نهضة غير مسبوقة في تاريخ مصر والوطن العربي. قادته مصر من خلال كلام وألحان ومطربين وشخصيات طيب، يرجع مرجوعنا تاني للفكرة بتاعت ليه دايما الفن بينتصر في ساعتين أو في ساعة أو في أغنية 5 دقايق أو في أغنية 10 دقايق، إن الحب بينتصر. يعني مثلا يحضرني دلوقتي، يعني مش مرتب ومش مرتب حاجة، والله أنا بتكلم كده من القلب. يعني مثلا فاتت جنبنا للعبقري العظيم محمد عبد الوهاب والعبقري العظيم حسين السيد، هي حدوتة كما عودنا الشاعر الكبير حسين السيد. فاتت جنبنا انا وهو اتنين اصحاب، فبنت فاتت فبصت لهم، فالاتنين يعني عملت لهم قلق وربكة، ايه الموضوع، ايه الحكاية؟
فبحسب انا ما سمعت من الله يرحمه الشاعر الكبير حسين السيد، ان قعد لحد القفله بتاعت الاغنيه. القفله بتاعت الاغنيه جاني الرد، جاني ولقيتها بتستناني وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا اسمراني. وعبد الحليم حافظ الله يرحمه تعب وسافر لندن يتعالج وكده، وقعدوا يدوروا على قفله. فجأة اتصل الأستاذ حسين السيد بالأستاذ محمد عبد الوهاب، قال له وجدتها على طريقة نيوتن. إن عبد الحليم معروف إنه العندليب الأسمر، فهم عايزين يقولوا للجماهير إن البنت دي ضحكت لعبد الحليم وخلصت الحكاية. برضو لازم يكون هناك نهاية سعيدة وقفلة سعيدة. هل لأن الفن يزور الواقع؟ سؤال تاني، هل لأن الفن يقدم حلول؟ في أوقات كتيرة ممكن الفن يقدم حلول، زي ما بيقدم متعة، وزي ما بيقدم حالة من حالات التساؤلات. طيب هل الفن يقدم تعقيدات؟ لا، ما شكرا، ما هو الواقع فيه تعقيدات وفي حاجات لا يمكن ابدا اي مخلوق من مخلوقات الله يصدقها ان دي بتحصل في الواقع. يعني الواقع غلب الفن في كل تعاطيه على كل الاصعده. طيب السؤال برضو المهم، ليه الاغنيه دايما خدت شكل الولد اللي بيحب بنت، والبنت اللي واقفة للولد من الشباك، والولد اللي طبعا يعني تفهوا الأغاني قوي دلوقتي بقت حاجة يعني رص كلام وخلاص، وصبغ شعر ونتف حواجب، وبقت حاجة يعني حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا. ومش ب ب ب يعني مش بقول كلام خارج عن السياق، انا بقول كلام موجود دلوقتي. هم بيهتموا بالشكل مش بيهتموا بالجوهر. وزي انا ما قلت، في شعراء كبار اكيد، في شعراء كبار، في موسيقيين كبار اكيد، في موسيقيين كبار، في مطربين كبار، في مطربين كبار، وفي مطربين كبار في السن كمان. لكن الاجمالي بتاع اللي بيقدموه لا الناثينج، اللي ولا حاجه، اللي لا شيء، مفيش حاجه. ليه؟ لان موجه البحر العنيفه العاليه كلت كل ده، السمك القرش الكبير كل كل ده. لكن في الماضي لا، كان في حاجات خارجه عن السياق، بس كان في وحوش في الشعر وفي الغنى وفي المزيكا. يا نهار ابيض لما تبص تلاقي ان في خمسينيات القرن الماضي وستينياتها في ملحنين زي محمد عبد الوهاب وزي محمد الموجي وزي كمال الطويل وزي حلمي بكر، حتى وهو كتكوت صغير كده. عامل حلمي بكر على فكرة عامل اغاني مرعبة مرعبة. ولو هذا الرجل انتبه لموهبة التلحين عنده، لا 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 لا، فظيع فظيع. يرجع مرجوعنا للسؤال برضو تاني، هل طبعا انا بسجل الحلقة في الفجر، وطبعا اصدقائنا الكلاب كل واحد بيبحث عن مأوى، وبيبحث عن زي احنا كده ما بنبحث على اجابة للاسئلة بتاعتنا. طب الحل ايه؟ الحل ان مؤسسات الدولة الحقيقية تفتح ابوابها للحقيقيين. احنا واحد عبقري من عباقرة مصر العظام زي عمار الشريعي لما قدم فن عظيم، وقدم برنامج في منتهى العبقرية وفي منتهى العظمة،
بيعرف الناس المزيكا، بيعرف الناس الكلام، بيعرف الناس اللحن، اللي هو غواص في بحر النغم ده. كان من المفترض ان كان برضو في الاذاعه في برامج في الشعر، كانوا بيجيبوا نقاد. الأستاذة هدى العجيمي كانت بتعمل حاجة في الشعر، وبيجيبوا نقاد وبيعرفوا الناس وكده. ظهر إن ما بقاش في حد عنده خلق يعلم حد، أو ما بقاش في حد عايز يتعلم. مش عارف يعني. يعني السؤال أنا بطرحه تشاؤمي ولا بطرحه بجد؟ وده احنا بندردش مع بعضينا. وإن شاء الله أشوفكم في حلقة تانية جديدة. وأنا بشكر أصدقائي اللي بيكلموني كل يوم على الفيديوهات، والله أنا ممتن. ويعني عايز كل حلقة اتكلم عنهم، بس فيهم ناس بتخجل ان انا اقعد اذكر اساميهم. لكن انا بشكركم جدا، وان شاء الله نتقابل في حلقة تانية وفي موضوع تاني. ادي احنا بنشخشخ دماغتنا مع بعضينا. وصباح الفل.